السلام عليكم ورحمة الله، معكم ديزاكس، وراني جيتكم في مقطع جديد. التيك توك الجزائري يزداد غرابة أكثر وأكثر، كل يوم نشوفوا حاجة جديدة. على بالك أنايا منين نريح واحد السمانة شهرها كما نشوف حتى حاجة نقول صحيح لقد انتهت كل المشاكل وأخيرا حل السلام في الأرض، ولكن وبدون سابق إنذار يخرج لنا كاش إنسان من العدم هكذا ويقرر أنه يجيب لنا ولا حاجة جديدة لم تخطر على بال أحد. وكما راكم عارفين في كل عام منين يقربوا الامتحانات يخرجوا لنا واحد الوجوه جديدة وأساتذة جدد عمرنا ما سمعنا بهم في الدنيا، ويجيبوا لك واحد طرق جديدة للتعليم اللي عمرها ما تدخل العقل. لربما كلكم راه فات عليكم هذاك الأستاذ الناصري في التيك توك، راهو طاغي هذو الأيامات. يا أخي هذا الأستاذ قرر أنه يجمع 1000 بنادم في قاعة واحدة ويقريهم في نفس الوقت. أكبر محاضرة علمية مع الأستاذ ناصري التلاميذ ولاية عنابة. كما راكم تشوفوا قاعد يمشي ويلوح لنا بالعصا تاعو السحريه في كل مكان، لانه يعتقد انه رايحين نصدقوا هذه الخدعه السحريه الرخيصه تاعو. اخي راك قديم يا اخي باش تجيب فيديو صباح لكم خاوي من بعد تعمر وتقطع الفيديو في الوسط باش يبان باللي نسخطوا فجاه، يا حسره. والحاجه اللي ما تعرفوهاش على استاذ الناصري انه يموت على 1000 صفره، منين يشوف ال1000 صفره يولي سحار تاع الصح، بحيث انه اذا حطيتها في يدو ماكش راح تشوفها مره واحده اخرى. شغل كيما راكم تشوفوا هنا راه تشوف ال1000 صفره كيما هكا هوب اي راحت. والحاجه اللي حيرتني هي كيفاه ما بين 1000 واحد ولا واحد فيهم مساله سؤال ولا يعني تخيل راك في قاعه فيها 1000 بنادم، وهذوك 1000 بنادم نقولوا مثلا ادوا منهم 200 300 واحد يساله، يعني كيفاه راه قادر انه يفهم كاع هذو الناس وهو اصلا الدرس فيه ساعتين فقط. هذه الحاجه انا في الحقيقه حيرتني في الاول، ولكن بعد ما اكتشفت انه يدرس الانجليزيه انا اصلا تعلمتها غير من الافلام تاع ام بي سي 2، يعني ما هيش الحاجه اللي لازم تدير لها قاعه ولا ما على باليش انا. يعني علاش ما تدرش الناس بار انترنت، يعني مثلا هكا في اللايفات تاع تيك توك ولا لايفات تاع اليوتيوب، ولا انك تحط فيديو طويل في اليوتيوب، لانه منين تجيب قاعه وتحط فيها الناس بزاف راهو رايح يصير اختلاط كبير ما بين الرجال والاناث. الله يبارك كما راكم تشوفوا هذو الوجوه اللي راهم يجوهم هما ناس كبار الله يبارك، وراني متاكد 100% انه ماشي كل الناس اللي راهم في المحاضره تاعك حاضرين على جال المراجعه. وايضا راني شفت هذاك الفيديو اللي حاط فيه هذيك المضامه وهي قاعده تبكي عليك. أنيسة دموعك لا تبكوا علاش آخر السنة وش من بعد ورا بروبلم راح تكون آخر حصة معنا، ما نختمها بطريقة شابة. شو ديروا حسابكم حاجة مهما كنت من لكم النجاح. عندي بروجرام شارجي تاع الولايات، حسب ديك الساعة أنا رايح بواسون دافري دمعي لي لهنا غير ما كانت تبدي تبكي كنت نقصر بواسون دافريل، خصني غير دعايات زد بكا طفلة غير بابك امسحيهم دوك. يا جدك حاجه ما طلقهاش هذا البنادم، يعني هذه الطفله شكون اللي قال برا تبكي عليك انت؟ صادي بولا راهي تبكي لربما راح يفترقوا صحاباتها ولا حاجه كيما هكا، اي هو راح حاسب بلي هذه الطفله راهي تبكي عليه هو بالضبط. وات ذا هال. المهم قرر انه يكليبيها ويحط عليها فيديو ويحطها في تيك توك صباح باللي يشوفوا هذه ما تبكي عليا وما على باليش انا. واذا كنتوا تعتقدوا ان هذا اسوأ شخص شفتوه في التيك توك انتم مازال ما شفتوش هذا الفيديو. قال له في التعليق سيدي انا اسناني حتى يدودوا باش نغسلهم. اي هذا خونا رد عليه بهذا الفيديو، وين هذا خونا يغسل في اسنانها بالمعجون تاع الاسنان. الى هنا كان كل شيء بان عادي، الى ان السيد بدا يجبد لنا واحد المستحضرات عمري ما شفتهم في حياتي. واه هذا البنادم راه يبان مشكوك في امره. السلام عليكم، دابا نكمل الدوش اروح ندير لا روتين ما نديرها ونحكيو شويه. What the hell? What is this? اوه مادام كيما هكا انا من اليوم الصابون ومزج نحطو في وجهي. شتو هذاك الصابون تاع الطرف هذاك اللي ما عندوش اسم، هذاك ومزج نحطو في وجهي. ولينا نشوفوا واحد الفيديوهات يخلوك توسوس انك تحط في صابون تاع طرف على وجهك يا جدك. البنادم هذا عنده واحد المستحضرات حتى هذيك العامله تاع البلديه وما عندهاش، راه قريب يدخل في مبارزه مع عامله تاع البلديه حول من يستعمل مستحضرات التجميل الاكثر، وانا ناكد لكم انه هو اللي راح يربح. What the hell؟ هذا الطفل لحد الان مازال ما بانش الا راه معنا ولا معاهم، وانا راني شاك انه راك يجي واحد النهار اللي راح يتحول فيها 180 درجه، الا اذا كاش واحد هكا يكون قريب ليه ولا قرر انه ينصحه ويخبروا انه هذه الحاجه حرام وانه هذا تشبه بالنساء. وانا في الحقيقه ما على باليش الى هذا السيد راه يدير في هذه الفيديوهات وهذا المستحضرات على جال الفيديوهات تاعو وعلى جال الدراهم، لانه انا قلت لربما عنده حانوت تاع مستحضرات تجميل وراهو يجرب هذاك مكان ومبغاش يجرب على بنت لانه حرام راك عارف، او يمكن انه يكون جاي. واذا كنت تعتقد انه هذا هو اسوء فيديو شفته لنهار اليوم مازال ما شفتش هذا الفيديو. الاف من الجزائريين راهم يخرجون من الدين الاسلامي كل سنه حسب الاحصائيات حوالي
3 ملايين جزائري خرجوا من الإسلام في ال10 سنوات الأخيرة. والله تقعد مهني في راسك على ما راك مريقل ما خصك حتى حاجه، حتى فجاه تخرج لك واحد الحماره هكذا من العدم وتقول لك ملايير او الى ما مش الالاف راهم يخرجوا من الدين تاع الاسلام من الجزائر. انا ما على باليش بالضبط من راهم يجيبوا هذه المعلومات تاع الخرطيط تاعهم، ولكن هذو هما الملحدين تاع الجزائر دايرين كيما هكا، دائما يستدلوا لك بمكاش حاجه من الخيال تاعهم لانه عندهم خيال واسع، وباش يبانوا مثقفين دائما يحشروا لك هذه الكلمه تاع على حسب الاحصائيات والدراسات العلميه المؤكده اللي يجيبوها من ريسانهم، غير باش يبانوا اذكياء وعباقره وهما في الاخر والو. سورتو في ال5 سنوات الأخيرة يخرجوا من الدين الإسلامي، لأنه ولوا الناس يستعملوا التفكير النقدي أو ولوا يقروا الحوايج اللي مكتوبة على الدين الإسلامي بشكل نقدي. تعارض المحتوى تاع القرآن والحديث وما فعله الرسول مع القيم الأخلاقية المنطقية العقلية الإنسانية. والله استغفر الله العظيم. وهي رجعت من جديد إلى الكذب منين قلت أن القرآن يتعارض مع الحديث. أولا القرآن والحديث لا يتعارضان أبدا، تستدل بأشياء من الخيال تاعها، كذبات صنعتهم هي من راسها وقاعدة تقولهم للناس اللي ربما ما يفقهوش بزاف الدين تاعنا الإسلامي وقاعدين لربما آمنينها، لربما كاينين الناس ما على بالهمش باللي هذه المرة راهي قاعدة تكذب. على هذه السبة أنا ننصحك أنك تحبس الفيديو الآن، تروح لجوجل وتبحث عن الأدلة في بعض المواقع الموثوقة اللي تصيبها ثم. تقودني إلى أني نكون أو أفقد الإنسانية تاعي. ما نقدرش نقبل مثلا العبودية، ما نقدرش نقبل أني نحقر مرتي، ما نقدرش نقبل زواج صغيرة، ما نقدرش نقبل حاجة كما الجواري والعبيد إلى غير ذلك. أنا تبان لي أنه هذا الموضوع عنده علاقة بالفيمينيست على حسب ما جبدت العبودية وتعنيف المرأة، لأنه مثل هذو الخنزات راهم حابين أنهم يستهدفوا المرأة الجزائرية المسلمة باش يخلوها تخرج على الدين، وهكذا إذا فسدوا النساء راهم رايحين يفسدوا الرجال ويفسد المجتمع كله، وباش يتحققوا واش يريدوا لازم لهم يضربوا الإسلام. راك فاهم كيف؟ على السبة راهم مركزين على الإسلام، لأنه الإسلام هو اللي راه محافظ على الأسرة الجزائرية المسلمة، هو اللي راه محافظ على الاستقرار تاع الوطن، وبالعكس الإسلام هو اللي حرر المرأة من العبودية على عكس واش كان صاري في الغرب في الأزمنة قديما. من البلية عدل من لا يرعوي وخطاب من لا يفهم حقيقة. لا، هذا لم يكن كلامي، بل بالعكس نحن المسلمون يعني بالعكس نحن المسلمون يعني عندنا العقل في مرتبة عالية جدا، لا فيما يتعلق بالمسائل العقدية، لا فيما يتعلق بالمسائل المعقولات، لا فيما يتعلق بالمسائل الفقه. ندقق في المسائل العقلية، ندقق جدا أشد التدقيق. فكيف تأتي وتقول لي لا أنت قلت هذا الكلام؟ لا بالعكس، نحن نتهم غيرنا. كونك أنت مثلا تتكلمين بالعقل وأنت لا تعرفينه. ممكن أنا أعطيك مثال. أستاذة، إيش أقصى الحكم العقلي؟ لا أعرف. تفضل. ممتاز. لا إشكال تكون أنه لا تعرفين. وكما راكم شفتوا هذا خونا راه حشرها حشر. نتخيل انت ابسط سؤال ما قدرتش انها تجاوبه بالرغم من انها لعبتها مثقفه ولا ما على باليش كيفاه، كيما قال لك يهضروا باش يهضروا برك. ذلك السب وذلك التهديد. اما نحن لما نطلعوهم معنا في اللايفات نطلعوهم لنمارس معهم الإذلال العلمي كما فعل الأخ أنس في هذه 40 ثانية. المهم كان هذا كل شيء لنهار اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، ونلتقي في حلقة قادمة إن شاء الله. لايك واشتراك and peace.